المشاهدون الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا تنعم بالأمن والاستقرار والسلام والمحبة والرخاء، وأن تعود رياضتنا وكورتنا كما تعودنا على كافة المستويات المحلية والقومية. إذن هو لقاء جديد ومتجدد من الرياضة في أسبوع محطات عديدة نتوقف عندها على مستوى الأنشطة وفي كافة محليات نهر النيل المختلفة، وكذلك أيضا للنشاط القومي حظ وافر، وأيضا بالنسبة للنشاط العالمي. إذا نسعد من خلال هذه الحلقة الجديدة من استوديو أو الرياضة في أسبوع أن يكون ضيفا عزيزا علينا المدرب والكوتش معتصم كوبا. أهلا ومرحبا بك يا خبير. تحية وتقدير لك أستاذ عبد الإله. تحية عامة لكل العاملين بفضائية قناة نهر النيل، وتحية خاصة لأسرة برنامج الرياضة في أسبوع، وأتمنى أن تكون الحلقة شيقة لكل المشاهدين وإن شاء الله. نعم، تحياتنا وتقديرنا إليك الخبير معتصم كوبا رفيق المشاوير الرياضية بكل تأكيد. إذا مشاهدينا الأعزاء، في أولى محطاتنا نذهب إلى غرفة التحكم نشاهد ثم نعود مرة أخرى لمواصلة هذا المشوار. مرحبا مجددا مشاهدينا الأعزاء، ويتواصل المشوار من خلال الرياضة في أسبوع لهذا اليوم. إذن في أولى محطتنا لهذا اليوم الشباب هم الحاضر والمستقبل، والكل الحاضر والمستقبل بكل تأكيد، حيث اختتمت نهاية الأسبوع الماضي فعاليات احتفالات المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية نهر النيل باليوم العالمي للشباب. وبكل تأكيد احتوى البرنامج على عدد من المسابقات الرياضية على مستوى اتحادات الهجن والدراجات وأيضا الماراثون وألعاب القوى. إذن يا خبير، تظل الرياضة هي جسر للتواصل والمحبة، وبكل تأكيد التجمعات الشبابية من شأنها أيضا أن تدعم الوضع الراهن في البلاد، ونحن في حوجة بكل تأكيد لأزرع الشباب بكل تأكيد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد. إذن ختام فعاليات مؤتمر الشباب بنهر النيل بتشريف السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أيضا كذلك برعاية والي نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون، وكذلك أيضا مدير إدارة الشباب بولاية نهر النيل. أولا تحية لكل الغائمين على أمر هذا المؤتمر، يعني تحية خاصة جدا لهم. مثل هذه التجمعات يعني بتفيدنا جدا يا أستاذ. نعم صحيح. في هذه الأيام وهذه يعني التجمعات الشبابية بيكون فيها توعية من في كل المجالات. ونحن نواجه يعني ما نواجه من الأخطار بتواجه الشباب في هذه السنين والسنوات السابقة. صحيح. المخدرات بأنواعها وكل ما يعني يدمر الشباب. فمثل هذه المؤتمرات بتحصل التوعية. يعني أنا أتمنى إنه الفترات تكون قصيرة يعني بين هذه المؤتمرات، عشان يكون في تجانس، يكون في تقارب، يكون في وعي دائم، حتى نحد من هذه
من هذه الآفات يمكن الخطرة في التي مشاهد ألمت لو بالشباب. زميلنا خالد عرضها لنا على الشاشة هي لنهاية المؤتمر، وأيضا تستصحبها إفادة للسيد ممثل والي نهر النيل، وكذلك أيضا حضور كبير يمكن في الصالة أمامنا في صالة انفينيتي الخبير معتصم، ونحن نشاهد هذه المشاهد. حضور على المستوى الرسمي يتقدم ممثل والي ولاية نهر النيل نائب الوالي الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، وكذلك أيضا رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية الوزير المكلف دكتور محجوب السر، وكذلك أيضا لجنة أمن محلية عطبرة العميد أرتولي ومدير جهاز أمن محلية عطبرة، وكذلك أيضا عدد من القيادات الشبابية. واحتوى البرنامج على العديد من الفقرات الشبابية وكذلك أيضا الرياضية، حيث انطلق المهرجان في يوم الخميس قبل الماضي ولمدة أسبوع كامل بمشاركات لفئات مختلفة كما يظهر في الشاشة أمامنا. تعليقك يا خبير على هذه الفعالية وختام مؤتمر الشباب بنهر النيل؟ هي طبعا فعالية ناجحة بكل المقاييس. نعم. ولو لاحظت يعني زي ما قلت مختلف الأعمار هي حاضرة. صحيح. فهي يعني من هذه المؤتمرات بتبقى تسلم بتاع أجيال. صحيح. جيل يسلم جيل، جيل يسلم جيل، حتى يعني السودان يكون في بر الأمان من كل هذه الآفات اللي ذكرتها لك. وزي ما شايفين يعني حضور رسمي. صحيح، في اهتمام جداً. كبير، في اهتمام كبير حقيقة بشريحة الشباب. يمكن الشباب كان لهم دور كبير جدا في معركة الكرامة، يمكن يتقدموا الصفوف سواء كان عبر الاستنفار أو الالتحاق بالقوات النظامية، قوات شعبنا المسلح التي تقاتل في الثغور وتدافع عن حمى هذا الوطن بكل بسالة. نذهب مباشرة يا خبير ونستمع إلى كلمة الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف نائب والي نهر النيل في ختام فعاليات هذا المؤتمر. الإخوة في المجلس الأعلى للشباب والرياضة لهذه المبادرة الطيبة بإحياء هذا البرنامج الخاص باليوم العالمي للشباب بولاية نهر النيل. وهذه البرامج هي تحيي الآمال الجياشة لشبابنا وشاباتنا في هذا الوطن الحبيب. وإن شاء الله يمكن كل المبادرات المطروحة تجد العناية اللازمة من حكومة الولاية بإذن الله في برامج الشباب المختلفة، أيضا من حكومة الولاية. حمل الشباب أيضا شعار التدريب والتأهيل، وده يا أخواننا مطلوب لكل هذه الأجيال التي نحن إن شاء الله هي ستقود مستقبل هذا البلد وهذه الولاية تنمية ورخاء. وأخونا مجاهد موجود التلبسة الصناعية بقيام المعسكرات، واليوم نخرج الكوكب الأولى من معسكرات العمل الصيفي، هؤلاء البراعم الذين شاهدتموهم الآن. لكم التحية والتقدير الحضور جميعا في هذا اليوم، يوم الشباب العالمي الذي يحتفل فيه كل شباب العالم وشبابنا في كافة ولايات السودان، وعلى مستوى المركز باليوم العالمي للشباب. ونحن اليوم إذ نحتفل باليوم العالمي للشباب نرسل أولا تحايانا لقوات شعبنا المسلح الباسلة، وهي تسد الثغرات وتزود وتدافع عن هذا الوطن في كافة مناحيه. نحميك ونبنيك من المخدرات إن شاء الله، من السماوات المفتوحة التي تخلق لنا عادات غير عادات أهلنا. إذن كل التحايا والتقدير للسيد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير المكلف الدكتور محجوب السر، ونهنيهم على نجاح هذه الفعالية، والشباب يستحق الكثير بكل تأكيد يا خبير. فعلا. نعم. والله شفت بالحضور الرسمي. نعم. شاهدناه يعني البلد في امان ان شاء الله. نعم باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. باذن الله تعالى. اذن ان شاء الله. نعم نعم. إذا مشاهدينا الأعزاء، نتواصل من خلال محطات هذه الحلقة من الرياضة في أسبوع، وتتواصل الفعاليات الرياضية على مستوى نهر النيل بكل تأكيد، حيث شهدت محلية الدامر صباح اليوم فعاليات مهرجان اتحاد الهجن محلية الدامر،
والخاص بتكريم الأستاذ بدر الدين عثمان الطاهر في فعالية كبيرة شهدها السيد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية نهر النيل الدكتور محجوب السر، وكذلك أيضا مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية نهر النيل سعادة اللواء أمن ياسر علي، وقيادات العمل الرياضي على مستوى محلية الدامر وولاية نهر النيل. هنالك إفادة للسيد رئيس الاتحاد المحلي للهجن محلية عطبرة محلية الدامر عفوا، وكذلك أيضا هو الأمين العام لاتحاد الهجن بولاية نهر النيل. نتابع ومن ثم نعود ونعقب ونواصل. ويمكن هو سباق نوعي اعتاد الإخوة في محلية الدامر إنهم يبادروا دائما يعملوا مثل هذه السباقات، ويمكن سباقات محظورة وسباقات لها مدلولة ولها شعبيتها الكبيرة الملتفة حولها. نسأل الله لهم التوفيق والسداد وإنه ربنا يعينهم. القواعد العامة يمكن تكون هي أولا توفير الهجن المناسبة، يمكن لأنه الهجن المطلوبة للسباق هي هجن ذات مواصفات معينة، بعد ذاك مضمار موقع للسباق، بعد ذاك جماهير. دي هي المكونات الأساسية لمثل هذه الرياضة، ويمكن دي الأرضية المتوفرة الآن في محلية الدامر والمقومات الموجودة، ولذلك ولتوفر هذه المقومات يمكن اعتاد سباق انه يلقى شعبية ويلقى وجود كبير. ويمكن انتوا قبل شوية لو لاحظتوا كان اكتظاظ كبير حول المضمار، واكتظاظ كبير حول موقع السباق، واكتظاظ كبير في موقع الاحتفال الرئيسي اللي كان نظموه الإخوة في سباق الهجن. سوق الدامر طبعا بالنسبة للهجن يمكن يكون السوق الثاني، لكن الآن الأول بعد الحرب هو السوق الأول للهجن السباق. عندنا طبعا الهجن البشارية، وعندنا الهجن العنافية، وعندنا هجن بيقول عليها يعني دي مجنسة مهجنة بشاري في عنافي. بنختار طبعا الهجن دي بنجريها حسب الأعمار، يعني كله عندنا الجضع وعندنا التني وعندنا ود اللبون، وعندنا لجنة منظمة بتجي تختار الأحجام دي، تختار أعمارها بنرغمها، كل سن بتجري مع سنها. يعني عندنا المفاريد دي بتجري من مسافة 1500. إذن التحايا والتقدير لأستاذنا أبا بكر مبلول أحمد. إذن التحايا والتقدير لأستاذنا أبا بكر مبلول الأمين العام لاتحاد هجن نهر النيل، وكذلك أيضا رئيس اتحاد هجن محلية الدامر، ولرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية نهر النيل. نهر النيل يا خبير كل الأنشطة الحمد لله تسير على قدم وساق، وكافة الاتحادات يمكن أعلنت انطلاقة نشاطها، وفي انتظار بكل تأكيد انطلاقة الدوريات المحلية. تعقيبك على مسابقة اتحاد الهجن الأخيرة بمحلية الدامر. هي طبعا الرياضة يعني مكلفة جدا صحيح زي ما ذكر. نعم. الرياضة محتاجة يعني المضمار المناسب، الهجن ذاتها بمواصفات، يبقى يعني دي محمدة والله انه تظهر لنا مثل هذه الرياضات واتحادات تنشط، فدي محمدة والولاية بخير. نعم. بيتمنى يعني الاستمرارية، دائما الناس بتبدأ صحيح في نقطة معينة بتجيف التنظيم للمسابقات فعلا بشكل واضح، فعلا شح الإمكانيات وغيره، يكون فعاليات حاجات كثيرة هي بتمنع بتخلي الناس بتجيف نقطة البداية وانطلاقها إن شاء الله نحو العالمية. نعم. وعلموا أبنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل بكل تأكيد. يعني هي ركوب الخيل لها عدة فوائد بكل تأكيد. فعلا هي من المناشد يعني. نعم. المنشط المسيطر دائما كرة القدم. صحيح. وبيكون يعني بعض الناس عندهم يعني نشاطات كثيرة جدا جدا بتظهر دائما في هذه الفعاليات. نعم. بنكتشف يعني أبطال جدد، نتمنى الاستمرارية ونتمنى الدعم. دائما الدعم هو يعني بيجيب عقبة في مثل هذه الرياضيات. يمكن مثل هذه الاتحادات يا خبير يعني هي بتجتهد في حقيقة انها تنظم منافسات، سواء كان مشاركات في مناسبات رسمية او خاصة او تكريم او ما شابه ذلك، لكن يبقى الرجاء والامل بان تكون هنالك مسابقات منظمة بشكل منتظم. بحقيقة نحيي السيد امين عام اتحاد الهجن بنهر النيل ورئيس اتحاد الدامر على نشاطهم الكبير من خلال هذه الاحتفائية التي شهدتها محلية الدامر صباح اليوم، وكل الأمنيات لهم بالتوفيق بكل تأكيد. ومشاهدينا
الأعزاء، نتواصل من خلال فقرات هذا البرنامج صباح لهذه الحلقة من الرياضة في أسبوع، والعديد من الفقرات والمحطات من خلال هذا الأسبوع نرصد بكل تأكيد ونحلل ونتابع، وبكل تأكيد مشاهدينا الأعزاء كرة القدم حاضرة من خلال هذا البرنامج. وكما قال الخبير، كوبا هي الرياضة الشعبية والمسيطرة بكل تأكيد، حيث اختتمت نهاية الأسبوع الماضي أو يوم الجمعة الماضي فعاليات بطولة فقداء خليوة وحي المطار مربع 6 بمباراة السوبر، والتي أقيمت بملعب نادي الوفاق بحي المطار مربع 6 بمدينة عطبرة، والمباراة التي جمعت منتخبي مربع 6 وخليوة، وكذلك أيضا من خلال المباراة التي شرفتها لجنة أمن محلية عطبرة، وكذلك أيضا المدير التنفيذي لمحلية عطبرة وقيادات العمل الرياضي على مستوى محلية عطبرة. إذن النشاط الرياضي يستمر على الرغم من عدم وجود الدوريات المحلية أو قبيل انطلاقتها يا خبير فترة التسجيلات. واصلا النشاط داخل هذه الاحياء اصله يعني ما وقف من قبل بدايه الحرب ولحد الان، نشاط متواصل. يعني اجمل ما كان في هذه الفعاليه نعم كانت هي مزيج بين بطوله فقداء خليوه نعم صحيح وبطوله فقداء حي المطار، يعني بتشريف من محليه عطبره. يمكن أمامنا على الشاشة يا خبير المشاهد من المباراة النهائية التي جمعت ما بين منتخبي خليوة ومنتخب الوفاق بمشاركة نجوم يعني مخضرمين. يمكن نشاهد أمامنا في سنبل، في كبشور، في أمجد، في عدد من نجوم كرة القدم على مستوى أندية الدوري السوداني الممتاز كانوا مشاركين. وده كرة القدم يعني هي تجمع ولا تفرق، ويمكن الفعالية أيضا استصحبها عمل اجتماعي كبير على مستوى إصحاح البيئة، وكذلك أيضا على مستوى النشاط الاجتماعي بخليوة بحي المطار مربع 6. ويعني حتمتد، يعني أنا نعم. بحسب متابعتي ممتدة في كل الأحياء. يعني في الأيام المقبلة حنشاهد برضو في حي الوحدة نعم دورة فقداء الوحدة مصاحب ببرنامج إصحاح البيئة. فعلا يعني برنامج إصحاح البيئة ده في الفترة دي محتاج له جدا. صحيح. يعني البلد محتاجة وقفة، محتاجة نظافة يعني شديدة جدا جدا والله. نعم. تحية لمحلية عطبرة هي الراعية لكل هذه الفعاليات. صحيح. واجمل ما فيها يعني التلاحم الشبابي. نعم. التلاحم الشبابي يعني زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، نعم. انه يعني بيوفر علينا حاجات كثيره جدا جدا. انت بتلم الشباب، بتحكس، بتوعي الزول الحاضر، بيمشي طوال وهو يعني في خلال منظومه صغيره بيحكس الشيء الحاصل. نعم. كده بنصل لجيل معافى جدا والله. صحيح. يعني اتمنى مثل هذه المبادرات تستمر. والله يا خبير، هو يمكن ديدن نهر النيل وديدن عطبرة يمكن هو العمل الاجتماعي، وتكاد لا تخلو لافتة نادي من رياضي ثقافي اجتماعي، بل أحيانا تقدم اجتماعي على الثقافي والرياضي. إذن هو نشاط كبير للأندية الرياضية. ولكن نسب لزميلنا خالد الحامر، هو أيضا رياضي مطبوع ومخرج هذه الحلقة، لنتابع إفادات اللجنة المنظمة وأيضا كباتن الفريقين، ثم نعود ونواصل. اللجنة الإدارية لحي المطار مربع 6. نحن اليوم في إطار حضور الدورة الختامية لفقداء حي المطار مربع 6 وفقداء حي خليوة، الدورة الرياضية التي نظمها شباب حي المطار أو نادي الوفاق في من خلال التواصل مع الإخوة في اتحاد خليوة. فالحمد لله اليوم المباراة النهائية نشهدها وبحضور المدير التنفيذي واللجنة الأمنية لمحلية عطبرة. واليوم يصادف أعياد القوات المسلحة، التهنئة لقواتنا المسلحة السودانية بمناسبة العيد 72 لقوات الشعب المسلحة. أغيبت الدورة خلال 15 يوم الحمد لله رب العالمين، فكانت كما ذكرت في حي خليوة وحي المطار. واليوم نشهد المباراة الختامية بين بطل خليوة وبطل حي المطار، فهي فعالية بالتأكيد يعني سرة وأسعدت الناس ولمت الناس. وبرضو يعني من خلال هذه الفعاليات
تطرقنا أثناء الدورة إلى الدور الهدام للمخدرات والدور الإيجابي في حملات النظافة في أحياء مدينة عطبرة. من هذا المنطلق نشكر السيد المدير التنفيذي محلية عطبرة لوقوفه معنا ودعمه المتكرر. يعني ما حصل طرقنا بابه إلا وجدناه أمامنا. هذه الدورة الحمد لله رب العالمين تامة برعايته، والكاس الليلة كاس النهائي برعايته، لذلك وجب شكره والشكر أيضا للجنة الأمنية. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. معكم أخوكم مصعب جبارة الشهير بكوبشور. والله سعدنا كل السعادة يا أخي بمشاركتنا مع مربع 6، والدورة والله كانت رائعة شديد، والمشاركة من أجل المشاركة مع الشهداء، وربنا يرحمهم ويجعل مسواهم بالجنة إن شاء الله. وتشرفنا برضو والله بمشاركتنا مع شباب خليوة في دورتهم، ودي مباراة تسمى مباراة السوبر، وكانت المباراة والله رائعة بين الفريقين. وبهني ناس مربع 6 وفريق الناشئين الوفاق اللي هو الوفاق صح. وبشكر والله ناس مربع 6 على المشاركة الرائعة، ومبروك لناس مربع 6. ونخش بالشكر الأخ عاصم الصادق والروتا، ولهم جزيل الشكر منا، والشكر أيضا لشباب خليوة، والله يكتر خير ومبارك الله فيهم. طلعت يعني مباراة جميلة وكتر. إذا إفادة وافية وكافية من الأستاذ محمد إبراهيم شريف نيابة عن اللجنة المنظمة، وكذلك أيضا كباتن الفريقين كابتن مصعب جبار الله لاعب وكابتن الأهلي العطبراوي وحي الوادي نيالا السابق، وكذلك أيضا الشمالية الدامر، وكابتن عمارية أيضا أحد نجوم عطبرة في الدوريات دوري الدرجة الأولى العطبراوي. إذا يا خبير نشاط كبير جدا وإفادة كافية وضحت مسار هذه البطولة، وكما تحدثت أنه هو الدور كان اجتماعي قبل أن يكون هو رياضي في مقام الأول، وهو كرة قدم لكن هي تجمع الناس على العمل الاجتماعي بكل تأكيد. فعلا لو لاحظت يعني في الفيديو يعني جميع أحياء عطبرة هي موجودة. صحيح. اللعيبة هم جميع أحياء عطبرة. نعم. وجميع لاعبين يعني على مستوى. نعم صحيح. ودي يعني محمدة والله دي حاجة جميلة جدا جدا، نتمناها في باقي الأحياء يصيروا يحزوا حزو خليوة وحي المطار، وإن شاء الله البرنامج مستمر زي ما قلت لك. شباب حي الوحدة يستعدون برضو لمثل هذه الفعالية إن شاء الله. الناس تقف معاهم، هو شباب نشط جدا جدا. صحيح. أيوة صحيح. يعني مستوى بس حاليا يعني شغالين نظافة في مغابر الشرقي. صحيح. ويتمنى يعني من المسؤولين زيارتهم والوقوف معاهم، ويعني دائما الحاجات الزي دي المتطلبات بتاعتها بتكون بسيطه، يعني ما الناس ما محتاجه حاجه كثيره. صحيح. مرات بدعم من الاحياء يعني من الحي ذاته بتلقى الاهالي هم يعني مستيدين الشغل. نعم صحيح. اتمنى من المسؤولين الزياره والوقوف على مثل هذه الحاجات. والله يا خبير يعني هسه نحن زي ما شاهدنا من خلال المباراه العرضه لنا زميلنا خالد حامر، وبرضه من خلال الافادات لكباتن نجوم كبار يمكن دي برضه يعني قيادات فعليه، يعني يمكن نقدر نقول عليهم هم قيادات الرياضه، هم بيقفوا الى جنب مع الجهات الرسميه يعني في حملات النظافه في العمل الاجتماعي. يمكن ده المرجو، يعني هي الرياضه نحن زي ما قلنا في بدايه الحلقه هي جسر للتواصل وللمحبه وللوئام يعني، والدور الاجتماعي للنادي يعني حاضر بكل تاكيد يعني، حتى على مستوى انديتنا انديه القمه عندها اسهاماتها في الجانب الاجتماعي. ووجود مثل هذه الفعاليات على مستوى احياء عطبره وعموم نهر النيل يمكن دي من المحامل الكبيره جدا للرياضه، والرياضه هي تجمع بكل تاكيد ولا تفرق. ونحن من هذا المنطلق ومواصله لفقراتنا الرياضيه من خلال الرياضه في اسبوع لهذه الحلقه مشاهدينا الأعزاء ننتقل مباشرة إلى شندي، وهنالك حيث تقام فعاليات دورة الشهيد المك بجنوب شندي، والدورة يمكن
شهد السيد المدير التنفيذي لمحلية شندي وقيادات اللجنة الأمنية بمحلية شندي واللجان المقاومة الشعبية بمحلية شندي يمكن تكريما ووفاء وتقديرا لعطاء كبير جدا امتد لسنوات سعادة النقيب محمد المك. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل البركة في آله وذويه. إذا نتابع مع الزميل خالد حامر ومن ثم نعود ونعقب ونواصل. شاكرين ومقدرين لاهل المطريفي واهلنا في العواتيب، اهل الشهيد واهل السلامات، ونسال الله ان يتقبل الجهد والجهاد كل من شارك وساهم. وشكر موصول لقبيله الاعلام كلها فردا فردا، والشكر للرياضيين يا اخواننا، وما دارين ننسى زول، فنسال الله التوفيق والسداد. وباذن الله إن شاء الله هذه الدورة ستأتي أكلها بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بإذن الله لنا في الأيام القادمات إن شاء الله صرح أكبر من هذا بإذن الله سنعلنه في آخر المطاف إن شاء الله. والشكر كل الشكر لأهل جنوب شندي. حقيقة نحن المقاومة الشعبية نقيم مثل هذه الدورات وهذه الاحتفالات حتى نذكر الناس لأن الشهداء بيننا أحياء كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. سعيدين اليوم في وحدة جنوب شندي أن نشهد مثل هذه الفعالية والتظاهرة المهمة جدا، والتي إن دلت إنما تدل على أصالة إنسان هذه المنطقة. وهذه المنطقة كما هو معلوم كان العدو على بعد كيلوهات بسيطة منها، لكن أنا زي ما بذكر دائما إنه إنسان هذه المنطقة ظل متمسك بوجوده في هذه المنطقة، فلم نرى إنسان جنوب شندي مع اللاجئين خارج السودان ولا النازحين داخل السودان. إذا نعود مجددا مشاهدينا الأعزاء والتحايا لقيادات محلية شندي بقيادة المدير التنفيذي الأستاذ الحاج بلسومي، وكذلك أيضا قيادات القوات المسلحة ولجنة أمن محلية شندي، والرحمة والمغفرة للشهيد والفقيد محمد المك. الرياضة تشارك الجميع في كافة المناسبات وتجانس كبير جدا ما بين الجهات الرسمية وكذلك أيضا الرياضيون يا خبير في تأكيد لوحدة الصف الوطني من خلال هذه الفعاليات. والله أنا سعيد جدا. أول حاجة إنه مدينة شندي نعم هي أخذت لها غفوة، وهي بتاعت غفوة في فترة غياب الأهل فعلا. نعم. فعلا أخذت لها غفوة، وهذا الصحيان يعني شفناه قدامنا إن شاء الله ينعكس وترجع المدينة كسابقة. هي نعم. كانت رائدة، وهي كانت يعني في مجال كرة القدم بتمثل، كانت الضلع الثالث في السنين الرابع، يعني بين الثالث والرابع بعد فريق الطرفي شنو؟ طرفي القمة. نعم. ويمكن الأهلي فعالية هو جميلة بطل جدا لكأس السودان في فعلا. نتمنى يعني الفروضي
ترجع لسابق عهدها، ونشوف مدينة شندي رائدة كما كانت. ومثل هذه التجمعات لو لاحظتها في عطبرة، في أبو حمد، في شندي، صحيح، هي يعني بوادر خير نعم صحيح، لسيادة الولاية صحيح. كما كانت. يمكن زي ما قاعد نتحدث دائما يا خبير انه نهر النيل هي ولايه تعشق كره رائدة جدا. القدم، ويقف شاهدا استاد عطبر الذي تاسس في العام 1927 كاول ملعب لكره القدم في السودان، وكان هو بوابه كره القدم في السودان. وايضا كذلك من خلال الانشطه اللي عرضناها يمكن من خلال هذه الحلقه، اذا نهر النيل يا خبير هي متواجده على مستوى اتحاد الهيجان، وعلى مستوى الفروسية، وكذلك أيضا السباحة. ألعاب القوة والسباحة. السباحة يمكن نهر النيل له باع طويل جدا جدا من خلال أبطال مثلوا نهر النيل. إذا مشاهدينا الأعزاء، على ذكر نهر النيل الحبيبة، نتواصل من خلال فقرات هذا البرنامج الرياضة في أسبوع، وحيث أعلنت بالأمس نتائج انتخابات الاتحاد المحلي لكرة القدم في أبو حمد، وفازت قائمة الأستاذ عبد الرحمن خالد بالتزكية أو بعد تنازل المجموعة الأخرى، وبذلك سوف تقود مجموعة الأستاذ عبد الرحمن خالد اتحاد أبو حمد المحلي للفترة القادمة. وهنالك إفادة عند الإخوة في غرفة التحكم نشاهدها، ومن ثم نعود ونعقب ونواصل. القدم، ونحن باسم مجموعة التغيير والتطوير كنا في إطار التنافس الشريف، والحمد لله يعني كان التنافس شريف بيننا، ولم يكن هناك أي ضغط أو شحناء بيننا، لأنه كان هدفنا هو تنمية الرياضة في أبو حمد. من هذا المنحنى نتقدم بأسماء الشكر والتقدير والإرفان للإخوة في الاتحاد المحلي مجموعة العمار والنهضة بقيادة قائد السفينة الأخ عبد الرحمن خالد عبد الوهاب فرضا رئيس الاتحاد، وأعوانهم مين شاذلي والعطماري وكفيلي وبقية المجموعة والوجوه الجديدة الذي استبشرنا بها خيرا وجود مجموعة. إن شاء الله نحن البلد يعمها الأمن والاستقرار والرياضة من الأشياء المهمة، العقل السليم في جسد السليم، فنحن إن شاء الله نمارس كل الرياضة المباحة وكل الرياضة الممكن المرأة تشترك فيها. نحن المرأة يكون عندها تمثيل واضح. إذا نبارك للأخوة في اتحاد أبو حمد المحلي هذا الاختيار من قبل أندية اتحاد أبو حمد المحلي لكرة القدم، ومهام كبيرة يا خبير تنتظر الاتحاد الجديد. وأيضا جمهور أبو حمد مشتاق أنه يشوف أندية أبو حمد في بطولة الدوري السوداني الممتاز. تحدي كبير ينتظر مجموعة الأستاذ عبد الرحمن خالد. طيب طبعا هي دي البداية الصحيحة. أنت يعني مجلس منتخب يجي للاتحاد، هي دي البداية الصحيحة. أبو حمد من الموسم اللي فات أو السنة اللي فاتت يعني كانت غاب قوسين أو أدنى، يعني ظروف هي حرمت إنه يكون في ظهور لمدينة أبو حمد في مصاف أندية الدوري الممتاز. لكن أنا أراهن يا أستاذ عبد الإله في هذا الموسم أبو حمد إن شاء الله بحسب متابعتنا خلال التسجيلات وخلال الاختيار الأجهزة الفنية صحيح. يعني يمكن في الإعلام تابعنا إنه الجوز أبو حمد يتعاقد مع المدرب الغدير إبراهيم حسين. مع يعني محمد أحمد. فعلا يعني حتكون دي إضافة يعني حقيقية. مدرب غدير له اسمه صحيح. وتسجيلات نوعية صحيح. أسامي يعني معروفة. وأنا راهن إنه هذا الموسم أبو حمد عنده لو ما فريقين فريق في مصاف أندية الدوري الممتاز. يعني يمكن هي والله يعني سنوات يا خبير، وجمهور أبو حمد ينتظر وجود نادي يمثل المدينة ويمثل أبو حمد. بكل تأكيد هي مدينة عريقة جدا، يمكن تستحق أنه يكون عندنا نادي في بطولة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم. نحن والله نتمنى التوفيق لمجموعة الأستاذ عبد الرحمن خالد، ونتمنى لهم التوفيق والسداد، وخاصة أنهم هم وجدوا دعم كبير. والتحية للرائد محمد جعفر، يمكن هو واحد من المجموعة التي تنازلت ومن أجل المصلحة العامة بكل تأكيد، وبكل تأكيد هو حادب على مصلحة كرة القدم في اتحاد أبو حمد المحلي. يا خبير بملف أبو حمد ينتهي يعني زمننا لهذه الحلقة الرياضة في أسبوع. يمكن توقفنا عند العديد من المحطات. لك التحية يا خبير. تحية لك أستاذ عبد الله وكل التيم العامل بصفة خاصة، كل التيم العامل في هذه القناة، وإن شاء الله معكم مستمرين
والناس يعني تقدم كل ما يحدث، كل ما هو جديد إن بقى في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم مشاهدينا الأعزاء، إذا بهذا تكامل ملفنا الرياضي لهذا الأسبوع من الرياضة في الأسبوع. توقفنا عند المحطات المحلية المختلفة ولكافة الأنشطة، وزرنا عدد من محليات نهر النيل، وبكل تأكيد نهر النيل حاضرة من خلال هذا البرنامج الأسبوعي. التحية بكل تأكيد لفريق العمل لهذه الحلقة، منتصر في التصوير بكل تأكيد، وأيضا خالد حيمر في الإخراج، وغرفة البث فاطمة عبد الواحد وأمنيات وعبد الباسط أحمد، وفي الصوت جماع، وكل من هم خلف الكواليس لهم التحية والتقدير. إذا مشاهدينا الأعزاء، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مد الله في الآجال. دمتم في رعاية الله وحفظه.